اليوم التاريخ 23/4. هاي الكتابة إيرانية يا جماعة، تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا. هي اسم السائق، جوال السائق. من العسكري هذا الباص عبين الركاب الإيرانية. أنا حاج عمران. اسمعوا إطلاق النار على الجنازة. حرية. رضا. الو مرحبا. اهلا. معك حسين مرتضى، بالله اعطيني ضبط من النواب لو سمحت. الو. الو. خليك معي. الو. الو مرحبا. ايه يا سيد خضر، اهلين. اهلا فيك. خيي، ضبط من النواب عم يحكي معي. لا تفضل. مين معي؟ بدي اعرف مع مين عم بحكي. مين بدك يا اخي؟ انا بدي الضابط المناوي. شو في عندك يا حسين؟ يا خيي نحن من الوحدة 100 وجايين من لبنان، هيك. والامر ضروري كثير، فبدي الو مرحبا. معك حسين مرتضى من الوحدة 100. نحن جايين من لبنان ومعنا اخوة من حزب الله، وقطعنا العريضة وتعطل معنا الباص من بعد ما قطعنا العريضة. اتصلنا بطرطوس، حاولنا ناخذ مساعدة منهم، ما قدرنا ناخذ مساعدة منهم. جايين بأمر مهم نحن من قبل العميد أديب اسمندر بناء على توصيات اللواء غسان بلال. فبدنا نحن قطعنا حدود العريضة وقطعنا جسر العريضة بعد ما قطعنا بشي حوالي 1.5 كيلو تقريبا. فانقطع معنا الباص وبدنا مساعدة. هلا بنحكي نحن انتم تابعين بالضبط لمنطقة الكرك؟ نحن رايحين يعني بدنا نروح على منطقة الكرك. نعم، يعني في تنسيق بين الوحدة 100 والوحدة 108. ايوه راح نوجه المنطقة هناك شو في. طيب ممنونك، لأنه ما فينا ننزل من الباص، يعني بتعرف الوضع كيف، وبعدين الشباب معنا أسلحة. ايوه ان شاء الله. تحاول تدبر لنا المساعدة يعني لو سمحت. يلا مو مشكلة، شوف قائد الشرطة نحن. ماشي شكرا. بس ذكرني باسمك لو سمحت. حسين مرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نطلع على إحدى الإثباتات التي وجدت في حمص في حي دير بعلبي مقبرة تل النصر. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، أقسم بالله العظيم أن أقول الحق. وقد تم العثور على هذه الإثباتات الإيرانية في تل النصر، مكان وقوع المجزرة التي قاموا بها الأمن السوري وغير الأمن السوري من مقاومة حزب الله الإيرانية الشيعية. ها هي أمامكم، اطلعوا عليها.
ها هي هنا مكتوب المقاومة الإسلامية في لبنان، وهنا مكتوب فإن حزب الله هم الغالبون، وهنا مكتوب في التطريز اللون الأبيض حزب الله. وها هي وقد تم العثور عليها في مكان مجزرة تل النصر، وها هي صورة اللعين حسن نصر الله. ها هي صورة اللعين حسن نصر الله، الكافر حسن نصر الله. ها هي أمامكم